أنا امتحنت ثانوية عامة في أرض زيكولا، وده مش هزار. بس الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا أصدقائي المميزين؟ وأهلا بيكم في روك نوليدج. النهاردة هحكي لكم عن تروما الثانوية العامة وازاي أثرت عليا لسنين وسنين. لكن قبل ما نبدأ، لو عجبكم اللي بنقدمه اعملوا لايك وسبسكرايب علشان تكونوا جزء من مجتمع روك نوليدج. ويلا نبدأ. أكمل لكم. أنا كنت في لجنة بمتحن مادة من مواد الثانوية العامة، لكن كنت خايفة أفكر وأحل، وخايفة ما أفكرش وما أحلش وأشيل المادة. ليه؟ لأني كنت بمتحن في أرض زيكولا، ولو ما قريتش الرواية بدون حرق، فالعملة في أرض زيكولا هي وحدات الذكاء، والشراء بيقلل من وحدات الذكاء، والتفكير كمان بيقلل من وحدات الذكاء. طول ما انت مستوى ذكائك عالي انت في امان، لكن اول ما يبقى مستوى ذكائك محدود هتبقى في خطر. وده كان اخر حلم حلمته في توقيت امتحانات الثانوية العامة، وصحيت على صوت دقات قلبي. وده بسبب ان الثانوية العامة اتسببت ليا في تروما. الثانوية العامة مش سنة عادية، دي كانت سنة مليانة ضغوطات وتوقعات، قلق ومقارنات وأحلام وانكسارات. سنة المجتمع كله شايف إنك فيها يا تطلع لقدام يا تضيع، والأصعب إنك بتعيشها وإنت لسه مراهق، لا عارف إنت مين ولا عارف بتحب إيه ولا حتى فاهم يعني إيه مستقبل. وفي عز الزحمة دي اتزرع جوانا الخوف من الغلط، والخوف من الفشل، والخوف من نفسنا. وعلشان كده لما صحيت من حلم زيكولا ما استغربتش، انا اصلا كنت عارفة ان حصل لي تروما. التروما هي تجربة صعبة او مرتبطة باحداث بنعيشها تحت ضغط كبير، العقل بيحتفظ بيها علشان يحمينا، لكن ساعات بتتحول لسجن. واللي عاش الثانوية العامة في مصر اكيد فاهم اني مش ببالغ. سنة بيتقالك فيها ان مستقبلك بيتوقف عليها، وان الكلية اللي هتجيب مجموعة هي طريقك الوحيد للنجاح او الفشل، وان علشان تنجح لازم تجيب مجموع كبير وتدخل كلية من كليات القمة. ودايما بتكون محاط بأسئلة زي ذاكرت كام ساعة، جبت كام في اخر امتحان عمله مستر فلان، ابن خالتك جاب 99.5%، فانت مش اقل من ابن خالتك ولازم تجيب 100%. تأثيرات التروما بتكون طويلة المدى وممكن تطاردنا لغاية النهاردة في ذكرياتنا، وبتكون زي أحلام متكررة عن الامتحان بكرة، أو توتر عند رؤية نموذج امتحان، أو جلد ذات بسبب المجموع، رفض فكرة المنافسة، تجنب مسائل رياضية مثلا. والسؤال دلوقتي، هل في تعافي حقيقي من التروما؟ في تعافي. انا اتعافيت لما عرفت ان حياتي ما اتدمرتش بعد الثانوية العامة، لما عرفت اني مش مجرد نتيجة امتحان ومجموع او كلية، وان الثانوية العامة بتقيس قدراتي الذهنية لكن كمان بتقيس قدرتي على التحمل، ودي كانت عندي مشكلة فيها. ولكن اكتر حاجة فرقت معايا لما حكيت لواحدة صاحبتي عن حلم زيكولا وقالت لي تجربتك في الثانوية العامة ما اتمنهاش لألد أعدائي. فقلت لها هو أنا عملت اللي عليا؟ قالت لي انتي بتسألي، انتي كنتي بتموتي. ودي كانت حقيقة. أنا كنت حد ساعي للمثالية. مع ضغط الثانوية العامة ظهر عليا تعب وما كانش ليه تشخيص، فبالتالي أنا كنت فعلا بموت. ولما صدقت فعلا اني كنت جايبة آخري ودي آخر قدراتي أنا تعافيت. وعلشان كده كلامي مش هدفه التراخي، هدفه انك تجيب اخرك، بس وانت عارف ان الثانوية العامة ومجموعك فيها مش اخر المشوار، وانك هتنجح وليك 24 قيراط هتاخدهم، يعني هتاخدهم. واخيرا احب اقول بعد 17 سنة خدمة في ثانوي انا تعافيت من تروما الثانوية العامة، بعد ما قضيت نص عمري حرفيا دماغي بتعذبني بكل الطرق الغير معقولة والمعقولة. وهنا تكون خلصت حكايتي مع الثانوية العامة أصدقائي المميزين. أتمنى كل طلاب الثانوية العامة يدخلوا كليات أحلامهم، واللي خلصوا ثانوية عامة ياريت يشاركونا تجربتهم في التعليقات.
وقولوا لي ايه رأيكم في الحلقة، ولو عجبتكم اعملوا لايك وسابسكرايب في روكنوليدج، وشاركوها مع اصحابكم علشان تكونوا جزء من مجتمع روكنوليدج المتحمس للمعرفة. وما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيسبوك والانستجرام، هتلاقوا اللينك في الوصف. واستنونا في الحلقة الجاية. اشوفكم على خير اصدقائي المميزين، مع السلامة.